فكم منها عيش مين حق أضيعا، فغاذا قد سقي سم النجيعا. يا أبا محمد يقول له ذول أجدادك هيك صار بيهم. فغاذا قد سقي سم النجيعا، وذاك قضى ربيع العمر سجنا يا موسى بن تغفل. وهذا اللي صار يا ابو صالح. وذاك قضى ربيع العمر السجنين سجنان. وبعد واحد وذاك بالعراء امسى صريعا يا حسين. وذاك بالعراء امسى صريعا. هذا كله سهل يقول الشاعر، يقول كله سهل. اكو اصعب شيء يمر على قلب المهدي شنو؟ واعظم ما على المولى يمر. شنو الصعب؟ لك قلب تسمع الله الله ليلة جمعة يا صاحب الزمان. واعظم ما على المولى يمر بحبل الأسر عمته تجر. هاي صعبة هاي اللوعة. يقول له يا أبا حمزة القتل لنا عادة وكرامتنا من الله شهادة صحيح، ولكن هل رأت عيناك هل سمعت أذناك أن علوية لنا تساق من بلد إلى بلد؟ هذا اللي ملوع قلب أهل البيت. وأعظم ما على المولى يمر بحبل الأزر عمته تجر. شلون حالها؟ غريبة ويحدو ضعنها بالزوط جمر. والله ولم يرعى لغى في الله شانا. تقول له خذ راقي البلد يا الحادي. قال لها راح نطب الكوفة. قالت له عندي طلب منك ابن سعد، وهذا من هوان الدنيا زينب تطلب ابن سعد. تقول له خذ رايق البلد 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 يا الحادي ولا تضر الناس، من الواد بيعرفوني بنت حيدر واخت البطل عباس. من الوادي بالوادي بالوادي يعرفون بنت حيدر واخت البطل عباس. يقول الراوي تعمد ابن سعد ان يدخلهم في طريق كثير النظاره. قال لهم بالسوق طبوا. الله اكبر. والناس تنظر الى بنات رسول الله. ايش قالت زينب؟ قالت عالبويا بويا يا عذاب الخيل يا طاعونها الحرم ما مرت عليك ضمون. جابونا بالكوفة قريب على قبر امير المؤمنين. تقول ابويا الحرم يوم السارت بلا يا ولي صار درب القوم صوبك يا علي. المثل زينب كيف ترضى تنسبي؟ والله وانذل وايد مليونها يلونها. نعم. ولذلك الحسن يقول له لا يوم كيومك يا أبا. اسمع لسان الحال يصور الشاعر. يقول له اخويا لا تبكي المصاب وطيحتي، مصيبتك اصعب ترى من مصيبتي. الحسن يخاطب الحسين يقول جاءه زائرا بكى. وشلون خوه؟ عنوان الخوه مقدس عندهم. يقول بكى ويقول دفن عمر الحسين من دفن العسل. يقول اخويا
لمصابي وطيحتي، ومصيبتك أصعب ترى من مصيبتي، يا ابو اليمة الأشوفه بدنيتي، اقبال يومك هين شقد ما جرى. نعم خويا كبدين مريد ويصوب السم، بعد مو مثل كبدك يطحنون بسهم، من المثلث قلبك يذوب الألم، ومن ظهر مهرك تطيح على الثرى، يقل روحي تطلع وانت يمي بعبرتك. أبا عبد الله تبكي على خيك؟ روحي تطلع وانت يمي بعبرتك، لكن انت من يجيك بموتتك، من قفا يقطعوها اخويا رقبتك، ماكو مثل مصيبتك بين الورى، والله جنازتي يرموها عدوان بنبيل، وانت بسام الاعادي تنجتهين، والسهم هم يذبح قبالك طفيل، اي والدمى تطفح نغر من منحره، يقل باكر يمنعوني يا مجدي اطب، منعت الحسن يدفن بجوار جده. اسمع، باكر يمنعوني يا مجدي اطب، لكن تدفنوني يا نبض القلب، يقول مع ذلك اندفن، لكن تدفنوني يا نبض القلب، وانت عارف لا دفن فوق الدروب، تبقى يا وزفة ثلاثا بالعرق، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.